الفل عليكم. تعالوا النهارده نعمل بقى طبق فته كده وملوخيه، وطبق ملوخيه لزوم الايه، لزوم الفته كده، لزوم العيد. نزلنا كده بايه، بالحله. بحب احط لها حته سمنه كده بلدي الاول، وبعدين اللحمه. نسمع الطشه دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين، ويرزقكم بحجه يا رب، احنا وانتم يا رب. اللحمه انا بحب اطشها كده، لازم احب اسمع الطشه دي كده. وبعدين احنا بننزل عليها بميه مغليه من الكتل، او ميه غاليينها جنبكم، ما بنحطلهاش ميه بارده. فلفل اسمر ومرق دجاج، بصله، جزر، ورق لوري، حبهان، 4 بلحات كده، 4 نقه بلح. على فكره النقه ده ما بيغيبش اي حاجه تحطوها، لحمه، كوارع، اي حاجه تحطوها ما بيغيبهاش، بيطيبها كده بسرعه، بيطيب الحاجه كده بسرعه. وبعدين بيدي الحاجه كده، النقه ده بيدي الحاجه كده تسكيره جميله كده، فعلا بيسكرها كده. بس انا بصور بايد وبعمل بايد. لسه هحط ايه، هبشر جوز الطيب. صباحكم فل. ده هيكون فطارنا النهارده ان شاء الله. حبايبي نعمل الرز ايه الابيض بتاع الفته. حته سمنه بلدي كده حلوه، والرز منقيينه وغاسلينه. ده قد كده، قد نص كيلو رز. بحب احط على الرز بتاع الفته كده فلفل اسمر والملح. ونقلبه كده يا بنات بقى. الرز الابيض ده سهل جدا جدا. التقليبه دي يا بنات عشان يطلع مفلفل. اكون بقى ايه، مسخنه ميه جنبي كده، واحط كده. بس افتكر ان انا مش هحط تاني كده، خلاص. بقى الصلصه بتاعت الفته، حته السمنه حلوه كده، حبه ثوم مخرطاهم تتحمر كده، وننزل عليها ايه. انا ما بحبش، اعوذ بالله من كلمه، انا ما بحبش الخل في قلب الصلصه. انا بتشيلها توم على الوش بالخل والثوم. فالفته بتبقى ليها اكتر من طريقه. والعيش انا محمراه، حمرته كده بفص ثوم، معلقه خل، بملح وفلفل، برشه كده عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. القوطه اهي انا مفرزاها، مسبكاها وشايلاها في الفريزر عشان تبقى ايه تحت ايديا. وانفور الملوخيه، حطيت 3 يعني كبشتين كده شوربه، وانا مخرطه معاها ثوم، ومخرطه معاها فلفل احمر بارد على سبايسي، وحط لها كزبره. صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. الله الله. ده فطرنا النهارده، طبق فته كده حلو، وحتتين لحمه، وطبق ملوخيه. لو وصلتوا لحد هنا متنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه. مع تيتا فاطمه في المطبخ. وادي نعمل الطشه. حطيت حته سمنه وحته ثوم ومعلقه خل، هنخشها بقى كده. الله على الجمال، الله على الحلاوه. حمرت العيش، الطبق ده محمره العيش بفص ثوم وريحه خل وملح وفلفل، وحطيته
وحطيت عليه الرز، سقيته بالشوربه كده، معلقه كده شوربه كده، وبعدين حطيت له الرز. اللقطه دي ما جاتش معاكم معلش عشان النور كان قطع. وحطيت له الرز والصلصه على الوش، وحمرت اللحمه وطشيت له الطشه. ده كان فطرنا النهارده، ملوخيه زي العسل اهيت، قمر. طبق فته كده على قد فرد واحد. ما تنسوناش باللايك والشير واشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي.